السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير. اليوم البنات وصفتنا هي اللوبيا، طبق شعبي بسيط ولكن عنده فوائد كثيره. غادي نوريها لكم بالطريقه اللي ما غاديش تضركم ان شاء الله في المصران ديالكم، وغندير ليها طياب الطنجيه. هذه طريقه مراكشيه كيصايبوها الناس ديال مراكش. دقتها صراحه عندهم وعجباتني، حمقاتني، جاتني زعما مختلفه على اللوبيا اللي مالفين كنصايبو. فتبعوا معايا الطريقه، بقاو معايا حتى لاخر لا فيديو. هنا البنات سلقت اللوبيا وصفيتها من ديك المياه حيت كتكون مجموعه في هذيك الكشكوشه. هذيك الكشكوشه هي اللي كتسبب لي غاز، دونك باش ما تضركمش سلقوها وصفيوها من ديك المياه. ودابا غندوزو نديروها في الكوكوط ونزيدو عليها لقامه. غادي ندير 3 ديال الدروس ديال الثومه، وحده غادي نحكها وجوج غادي نقيهم، غادي نلوحهم صاينين. كيعجبوني هكاك صاينين، ملي كيتسلقوا غادي تمعسوهم هكا كيجيو صراحه بواحد اللذه مختلفه. وهادو غادي نلوحهم. نديرو دابا العطريه، خرقو معرك، سكينجبير، نديرو القزبور يابس زوين حتى هو كينفع باش ما تضركمش في المصران. والقزبور يابس عنده منافع كثيره، انا كنستعملو بزاف في الطياب. غنديرو حتى واحد الكميه. الكمون غندير واحد شويه، ما غنكثرش منه حيت بعد النوبات كيمرار في الطياب، غنخليها حتى طيب ونزيد واحد شويه. هو زيت العود درت منه غير هاد الكميه، الله يجعل البركه. وهنا البنات عندي الهريسه ديال مراكش، هانتوما راه جايباها معايا من مراكش، لذيذه واعره. بلاصه الابزار ما غنديرش الابزار، غندير شويه ديال الهريسه كتجي غزاله. غندير منها واحد الكميه اللي ما تحررش ليا ثاني الماكله بزاف، في القياس البنه وصافي. دابا البنات غادي نزيد الحامض مصير، الحامض هانتوما حيد منه غير هاد العليفات هادو، وغادي نفرتو بهاد الطريقه هادي. هذا هو طياب الطنجيه، كيديروهم تما في القهاوي. اللوبيا عندهم واعره صراحه، كيديروا لها طياب طنجيه بلا مطيشه وبلا بصله. بقى ليا دابا القزبر ومعدنوس، غنزيد غير واحد شويه بحال هكا، غادي نقطعو. ما نكثروش باش ما يجينيش كحل على تالي. ملي كتحطوا اللوبيا كتبان لكم يعني لونها صافي وزوين، ما فيهش بزاف المكونات. قزبر ومعدنوس. بالنسبه للملحه ما غنديرهاش دابا حتى طيب ليا اللوبيا مزيان ونحولها للقدره، عاد غادي نزيد الملحه. دابا غادي نزيد، بقى ليا مكون واحد هو الزيت العود، غادي نزيدو معكم زيت الزيتون. بسم الله. غادي نزيد معكم دابا واحد المكون اللي هو مهم وكيعطي حتى واحد اللذه خطيره، وتا هو كيكون في طياب الطنجيه، يعني اللوبيا بطياب الطنجيه، اللي هو السمنه البنات. غنزيد منه غير واحد الكميه، ما غاديش نكثر، هانتوما غتشوفوا معايا. هانتوما هذا هو القياس ديال السمن اللي غندير، ما كثرتش منه كيف ما شفتوا، غير البنه. هاد المكونات هما اللي كيداروا في الطنجيه. اختياري، بغيت ديروه ما بغيتوش ما ديروش، ولكن كيديروه في طياب الطنجيه اللي هو الزعفران الحر. هانتوما البنات انا درتو دابا في الكاس وزدت عليه الماء حتى يطلق ليا مزيان، وغادي نزيدو على اللوبيا. غادي نخلطها دابا وغنخليها تقلى واحد شويه بيد ما تدخل هذيك العطريه صافي. وغادي نزيد عليها الماء يكون طايب، الماء ضروري يكون طايب مزيان صافي. هذه ورقه سيدنا موسى نسيت ما وريتهاش لكم، ها هي ضروري حتى هي كديروها. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. ملي ان شاء الله نفتح عليها الكوكوط غادي نوريكم كيفاش جات، وغنحولها لواحد القدره ديال الطين. انا تشهيتها اليوم في القدره ديال الطين. من بعد ما تقلات لي واحد شويه دابا غنزيد عليها البنات الماء طايب. هانتوما
نزيد عليها الماء الكافي، ضروري نغطيها مزيان بالماء حيتاش القطاني كيتشربوا الماء مزيان. صافي هانتوما هذا هو الماء الكافي. صافي وغادي نخليها طيب على نار اللي تكون متوسطه. اين فوا طيب ونحل عليها باش نحولها للقدره غنوريكم في الفيديو. الوقت فاش طيب ليا اللوبيا انا اختاريت نرافقها اليوم بعصير فيه 3 المكونات بسيط جدا اللي هما الليمون غادي نعصرو والخيار والباربه ديجا راني سلقتها. نقطع الباربه غنزيد عليها الخيار وغنزيد عليها عصير الليمون وغتزيدوا عليها الماء معدني. الا جاكم الماء غير كافي، الا جاكم زعما العصير الليمون غير كافي، فقط هو عصير بنين وصحي وغنديروه مرافق للوبيا. ها هي اللوبيا من بعد ما تسلقات ليا في الكوكوط. غتشوفوها بقى مايها مزيان، هاد الماء بقى فيها باش غنحولها للقدره وغتبقى كطيب وهي كتنشف من ديك الميها. وهانتوما راه تبارك الله زبده دغيا طابت. هانتوما من بعد ما حولتها لهاد القدره ديال الطين، هانتوما كيفاش كيجي الشكل ديالها. هي قدره راه فارغه من الوسط، يعني راه كتهز الكميه. ودابا غادي نحطوها على البوطه ونخلوها على نار مهيله. هانتوما البنات راه بدات كتعقد. هانتوما شفتوا راه طايبه تبارك الله زبده. نتسنى غير شويه تشرب ليا باش ما تجيش مايعه بزاف وصافي وغنطفي عليها. ملي تحولوها للقدره ما تنساوش تزيدوا لها الملحه، راه ما درناهاش في الاول باش طيب لينا مزيان. ضروري تزيدوها وديروا بحساب انكم راه دايرين الهريسه ودايرين المصير والسمن، يعني ذوقوا هو الاول عاده غتعرفوا نتوما القياس ديال الملح اللي غادي يجي لكم معاها. فوالا البنات انا واحد شويه دابا وغادي نطفي عليها، نتسنى غير تشرب ليا واحد شويه. هانتوما البنات راه طايبه زبده تبارك الله. غنتسنى دابا غير تشرب لي واحد شويه، هي بدات كتعقد، بدات المريقه ديالها كتختار. غنتسنى غير تشرب لي واحد شويه صافي وغادي نطفي عليها على واحد تقريبا 10 دقائق صافي وغادي نطفي عليها. اللوبيا البنات صافي راه طفيت عليها. هانتوما كيفاش كتجي، كنبغيها بهذا القوام هذا، زوينه ما فيهاش المرقه بزاف، في نفس الوقت كاين واحد شويه باش تغمسوا. زوينه الصراحه، كتجي بنينه الصراحه وما غضركمش ان شاء الله في المصران. تبعوا غير الطريقه اللي عطيتكم. هاد الطبق ديالنا وجد. درت ليه واحد الخوي ديال زيت العود وشويه الكمون، جا صراحه لذيذ بزاف. رافقته بعصير الباربه، عصير اللي هو توا صحي وغادي يفيدكم. جات بنينه الصراحه لدرجه الوالده ما تيقاتش بان اللوبيا ما فيهاش مطيشه وما فيهاش البصله. قلت لها راه هذه هي الطريقه اللي كيديروا في مراكش، كيسموها طياب الطنجيه، حيت هي اصلا كطيب في الطنجيه تما عندهم، وكيديروا لها الطريقه هذه صراحه وكتجي لذيذه. كيرافقوها مع الاطباق ديال الطنجيانيت ديال اللحم ولا المهم دوك المقاهي ديالهم كيديروها كمرافقه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دعم القناه بلايك، اشتركوا الا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو ماشيه. تهلاو ليا في راسكم ومع السلامه.